مكان على الأرض كل حاجة فيه معكوسة، طولك فيه بيزيد وقوتك بتتضاعف، واللي هيدخله ممكن يتجنن. أهلا بكم في حكاية أغرب بقاع الأرض، The Mystery Spot. في أربعينات القرن الماضي تم اكتشاف منطقة قطرها 46 متر وسط غابات الريد وودز، بالتحديد في سانتا كروز. منطقة صغيرة لكن اللي بيحصل فيها مش صغير خالص. أول حاجة لاحظوها إن البوصلة بتتلخبط واتجاه الشمال بيضيع. قالوا يمكن عطل، لكن وهم بيكملوا الاكتشاف حصلت حاجة أغرب من الخيال. قوتهم الجسدية بدأت تتضاعف وأجسامهم نفسها اتغير اتجاهها، وأطوالهم بقت الضعف. يعني لو طولك 150 سنتي جوه هتبقى 300 سنتي. يعني ايه؟ ده شيء مستحيل وكأننا خرجنا بره كوكب الأرض. لكن سنة 1939 مجموعة من المساحين الجيولوجيين وصلوا منحدر غريب الشكل أشبه بتلال مش طبيعية. وأول ما طلعوا المنحدر ده اكتشفوا حاجة غير طبيعية، الجاذبية معكوسة. يعني لو وقعت مش هتتزحلق لتحت، لا ده جسمك بيميل لفوق. الكرة ما كانتش بتتدحرج لتحت، كانت بتطلع لفوق، وده طبعا مستحيل يحصل في أي مكان على الأرض. ده مش بس الأدوات، ده حتى كمان الشجر مستحيل تلاقيه واقف بشكل مستقيم، كل شجرة مايلة كأن في حاجة شدها. وسنة 1940 اتفتحت المنطقة للجمهور كوجهة سياحية باسم مكان الجاذبية المعكوسة. رحلات بقى وزوار وآلاف الناس قالت تروح وتجرب وتحاول تفسر اللي بيحصل. وطبعا بدأت النظريات. ناس قالت إن في صفايا حديد مدفونة من آلاف السنين كنقطة إرشاد لمركبات فضائية. في ناس قالت إن مركبة فضائية وقعت زمان وغيرت الجاذبية وتراكمت فوقها كل التلال. بس كلها نظريات ناس مهووسين فضاء. وفي ناس شايفة إن الموضوع أبسط من كده، بيقولوا إن في غازات طالعة من تحت الأرض، والغازات دي بتلعب في الإحساس وفي الاتجاه والتوازن، فمخك بيتهيأله إن كل حاجة مقلوبة مع إن المكان هو. والظاهرة دي اتسمت بالتلال المغناطيسية. بس الحقيقة إن ولا تفسير أثبت علميا، ولحد النهاردة المنطقة دي مجهولة ومخيفة. والسؤال هنا، هل اللي بيحصل ده خدعة بصرية ولا خلل في الجاذبية، ولا فعلا في حاجة لسه إحنا ما نعرفهاش عن كوكب الأرض؟ وبس كده، أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.